لو لقيت كل حاجة في حياتك فجأة، كل حاجة بتتقفل، كل حاجة بتتعكس، أبواب بتتقفل، أبواب، فقد مستمر، مشاكل مستمرة، أزمات مستمرة متتالية، دي علامة. والله ما تتخض. علامة إيه؟ ربنا عايز ينقلك لمساحة جديدة، ودي الطريقة الربانية، وده من الفهم عن الله، إن هو ربنا سبحانه وتعالى مع عباده لما بيكون بينقلهم من وضع هم فيه مستقرين فيه ومبسوطين فيه وعايزين يستقروا فيه. ايوه بس انت لو فضلت في الواقع انت مش هتنجح كتير، لان انت هتركن، او بلغة علمية زي المية لما تأسن، المية لما تركض وتعفن. انت حضرتك لو فضلت في المكان اللي انت فيه، الشغلانة اللي انت فيها، طريقة الحياة اللي انت فيها، انت هتصدي، انت ما عدتش هتطلع حاجة حلوة. انت لازم تتنقل يا اخي، اتحرك من مكانك. انا مش عايز اتحرك من مكاني، لان الانسان دايما بيحب يفضل في المنطقة اللي فيها الامان بتاعه، الكومفورت زون بتاعته. فربنا يعمل معاه ايه؟ كل حاجة تمشي بالمقلوب، كل حاجة تتقفل. دي علامة انتقال ربانية، لك مساحة جديدة أوسع لك. وإنما يضيق عليك القدر ضيقا ليدفعك دفعا إلى قدر جديد أوسع لك. لو لقيت كل حاجة في حياتك فجأة، كل حاجة بتتقفل، كل حاجة بتتعكس، أبواب بتتقفل، أبواب، فقد مستمر، مشاكل مستمرة، أزمات مستمرة متتالية، دي علامة. والله ما تتخض. علامة إيه؟ ربنا عايز ينقلك لمساحة جديدة، ودي الطريقة الربانية، وده من الفهم عن الله، إن هو ربنا سبحانه وتعالى مع عباده لما بيكون بينقلهم من وضع هم فيه مستقرين فيه ومبسوطين فيه وعايزين يستقروا فيه. ايوه بس انت لو فضلت في الواقع انت مش هتنجح كتير، لان انت هتركن، او بلغة علمية زي المية لما تأسن، المية لما تركض وتعفن. انت حضرتك لو فضلت في المكان اللي انت فيه، الشغلانة اللي انت فيها، طريقة الحياة اللي انت فيها، انت هتصدي، انت ما عدتش هتطلع حاجة حلوة. انت لازم تتنقل يا اخي، اتحرك من مكانك. انا مش عايز اتحرك من مكاني، لان الانسان دايما بيحب يفضل في المنطقة اللي فيها الامان بتاعه، الكومفورت زون بتاعته. فربنا يعمل معاه ايه؟ كل حاجة تمشي بالمقلوب، كل حاجة تتقفل. دي علامة انتقال ربانية، لك مساحة جديدة أوسع لك. وإنما يضيق عليك القدر ضيقا ليدفعك دفعا إلى قدر جديد أوسع لك. ما الحكمة من تشبيه الله سبحانه وتعالى الدنيا بالماء؟ قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. قالت الحكماء: شبه الله سبحانه وتعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة، ولأن الماء يذهب ولا يبقى، فكذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، وكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنتها وآفاتها. ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر، وخير الكلام قليل الحروف كثير القطوف بليغ الأثر. قال أحدهم: في المآزق تظهر لؤم الطباع، وفي المحن تنكشف أصالة الأخلاق، وفي الفتن ينكشف هشاشة الرأي، وعند المال تنكشف دعوى الورع، وفي الشدة ينكشف صدق الأخوة. العمل لا يقتل مهما كان شاقا وقاسيا، لكن الفراغ يقتل كلما بناه الإنسان. احذر الفراغ وابحث عن سد تلك الفجوة بالأعمال. الرجولة أدب قبل أن تكون ألقابا، والأنوثة حياة قبل أن تكون أزياء. أدب يفجر ينابيع المودة والرحمة، وحياء يظلل الروح بألوان الجمال والحنان. إذا لم تكن في وسائل التواصل مفيدا أو مستفيدا، فابشر باحتراق عمرك وتبدد عزمك، ولن يزيدك الأيام إلا نقصا في دينك وخفة في عقلك. السلام عليكم.